السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله عندي واحد الخدمة غادي نشاركها معاكم، اللي فيها الدجاج بالتغميرة واللحم بالبرقوق. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى التالي. ما تنسوناش بالجيم اللي شاف الفيديو وعجبو والتعليق ديالكم الزويون. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الدجاج اللي راه هو مغسول دابا كيستقطر، وهنايا عندي تبارك الله اللحم اللي تا هو نيت هو مغسول مقاد منقينه من الشحمه ودوك الجديدات وداكشي المهم اللي كيكون زايد، باش هكا كيبقى لنا غير اللحيمه هكا كيف ما كتشوفوا معايا زوينه تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خليكم معنا وتبعوا كيف ما قلت الفيديو من الاول حتى التالي. بالنسبه للناس هكا اللي كيهمهم الامر ديال الطياب المناسبات. دابا هنايا ان شاء الله غادي نديرو التشاميله ديال اللحم. هنايا درت واحد شويه ديال الماء. عندي هنايا هذه العطريه ديال اللي كندير نطيبوا بها اللحم والدجاج. عندي هنايا سكينجبير، هنا 2 معالق كبار، هنايا 2 معالق كبار ديال السكينجبير غير هما ناقصين على هذا. هنايا معلقه كبيره د الخرقوم، هنا شويه ديال الزعفران شعره. بسم الله. غادي ندير هكا معلقه كبيره ديال الثومه، غادي نزيد هكا شويه ديال ضروري من هذا الملون الصناعي ولا الطويمات، شويه ديال الملحه لحقاش هاد العطريه ديال اللحم راه هي فيها الملح. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا معايا الزبده تكون مزيانه اولا السمن حلو باش نديروه كتير، او الا كان حار راه كنستعملوا غير القياس. هذه الزبده انا باقا عندي بارده، غادي نخلطها مزيان مع هذيك العطريه باش تصلق وعاد ندير اللحم. غتشوفوا معايا هنايا غادي نطلقها مزيان هاد الزبده. انا كانت في الثلاجه. هنا بالنسبه للقياس ديال اللحم راه غنستعملوا 10 كيلو تبارك الله ديال اللحم. ما كاين اللي غادي يبغي يعرف القياس ديال اللحم اللي درنا له هاد العطريه كامله. بسم الله. صافي كنبداو هكا دوك الطرف ديال اللحم نلبسوهم مزيان بالتوابل هكا باش كيتشربوا. هنا كيف ما شفتوا معايا صافي انا شرملت اللحم. انا قسمته على 2 لان الطاوه شويه صغيره ما تهزوليش كامل، غتبان لكم الكميه ناقصه. انا قسمته هكا على 2 طيب عاد نزيد نعاود نهزو ونطيب الاخر. هنا زدت واحد العويد ديال القرفه غادي نخليه هكا مرقد. هنايا في هاد الترقيده هادي اللحم راه يمكننا كاع نبيتو هكا غير هو يبات داخل الثلاجه ماشي برا من الثلاجه. الا كنا غنطيبوه في نهارو نخليوه هكا واحد الساعه ولا نص ساعه، المهم على حسب كل واحد الوقت اللي يعني عارف فوقاش خصو يوجد مثلا الغدا ولا العشاء. نخليوه يتشرب واحد شويه مزيان وعاد من بعد غادي نردوه يطيب. هنايا غادي نقلب هكا اللحم، نقلبوه على الجهه الاخرى باش يتشرب لنا العطريه ويتقلى لنا مزيان وياخذ اللوين غير بشويه. صافي وغادي نخليه كيطيب على خاطرو. غادي نزيدو من بعد واحد شويه ديال البصله، ما غاديش نكثر له. كيف ما كنعرفوا اللحم ديال البرقوق ما كتكونش فيه البصله كثيره، ويمكننا نطيبوه كاع بلا بصله غير على قبل باش تجينا شويه ديال التغمير، داكشي علاش نزيدوه شويه ديال البصله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا شعلت هنايا على الطنجره ديال اللحم هكا. غادي راه مهيله دايره له النار مهيله.
دابا هنايا ان شاء الله غادي نمرقوا اللحم كيف ما كتشوفوا معايا. هو راه طلق شويه ديال ديك العصاره ديال الماء. غادي نمرقوه حتى هو. صافي وغادي نزيد الزيت دابا باللحم الدجاج بلاتي تنقلبو مزيان ويتقلع. عاد نزيدو الزيت بسم الله. انا عندي الزيت البلديه، انا غادي ندير عيني ميزاني. بالنسبه اللي بغى القياس غادي نستعمل واحد 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه. وعاد من بعد غادي نقدو نخلطو بالروميه الا بغينا نخلطو بيناتهم. صافي دابا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا صافي غادي نخليوه حتى هو نيت هكا يطيب على خاطرو. دائما بالنسبه للطياب نصبو بكري باش كناخذوا الوقت ديالنا في الطياب. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا دابا غادي نصاوب التشرميله ديال الدجاج. هنايا انا حكيت واحد البصله هي وحده، يعني راه البصله غنديرو بهاد التغميره. هنايا عندي الثومه. دابا غادي نزيد العطريه بسم الله. هذا سكينجبير راه شوفوا معايا راني كنعبر بواحد المعلقه اللي هي كبيره. هنا عندي الخرقوم غادي ندير واحد 3 المعالق كبار. كيف ما الدجاج تبارك الله راه عندي 24 طا ديال الدجاج. هنا هذيك التوابل اللي درت في اللحم هي نفسها اللي غادي ندير في راه هذيك كتمشي. هاد التوابل هذه راه كتمشي مع الدجاج ومع اللحم. درت هنايا هكا واحد 4 المعالق مزيانين. الملحه ما غنديرهاش دابا في الاول بحكم انني غنزيد الحامض السيار المطحون. الزعفران الشعره ما غاديش نديرو دابا حتى التالي تيكون الدجاج كيطيب. صافي دابا غادي نزيد شويه ديال الماء وغادي نخلط هذا الشيء. الملحه ما غنديرهاش دابا حتى يعني يغلي لنا الدجاج ونذوقوه. كيف ما كنعرفوا الدجاج كيكون مغسول بالملحه والحامض، يعني كيكون شارب الملحه، ما نغامروش بالملحه من الاول. صافي دابا غادي نزيد الماء. هنايا درت هكا كميه ديال الماء ديال الكاسرونه هكا باش تقدني التشرميله بكلشي. غادي نزيد الزبده كيف ما قلت راه الا ما كانش السمن كنعوضوه بالزبده تكون عندنا الزبده هكا يعني اللي الزبده زوينه باش تجيب لنا المذاق زوين وفي نفس الوقت راه كتفتي لنا اللحم وكتفتي لنا حتى الدجاج. شوفوا معايا دابا هنا راه سخنات يعني دابت ماشي بحال ديال قبيله. صافي غادي نقادها هكا وغادي نخلط مزيان هاد التشرميله هادي. غادي نزيد الحامض بعدا مصير وعاد نخلط. شوفوا معايا هنايا دابا غادي ناخذ واحد الحامضه غادي ندير هي وحده لانها كبيره. غادي نحيد لها دوك العظومه ضروري وغادي نقطعها. كنتاكدوا بان ما بقى حتى شي عظم باش نطحنها باللب ديالها بكلشي. دابا غادي نطحنها ونزيدها في الطاوه. صافي وغادي ندوزو نشرملو الدجاج. هنا الدجاج من بعد ما شرملته حطيت في الطنجره هي القياس اللي غادي تهز هكا. والاخر ها هو هنايا في البانيو غادي نخليوه كيشرب. صافي دابا غادي نردوه حتى هو نيت يبدا يطيب. دابا انا شعلت هنايا على الدجاج غادي ندير له شويه د الماء ما نكثروش الماء.
حيت راه غادي يطلق هو الماء باش هذيك المرقه تبقى لنا باش غادي نطيبوا فيها البصله من بعد. صافي غادي نخليها هكا وغادي نبدا نثقبوا بواحد نعطيها هكا واحد القطيب ديال الشوا وكنبداو كنثقبوا الدجاج هكا باش ما كيتحلش وفي نفس الوقت داك الصدر كيدخل له الطياب. راه كنثقبوه يعني ما حدوه في كل مره كنقلبوه وحنا كنثقبوه هكا. كنركزوا على ديك البلاصه ديال الصدر نثقبوها مزيان هكا. غادي ندور عليه كامل هكا بالقطيب هنا بلاتي تنقلبو وعاد نعاود نثقبو من الجهات الاخرين. صافي دابا غادي نخدو الطنجره وما نغفلوش عليها. ملي كنخدو الطنجره كنخليوها بحال هكا يعني تبقى شويه مفلجه باش الدجاج ما كيتفرطناش. شوفوا معايا هنا اللحم هو بدا كيطيب صافي راه قرب يطيب. هنايا غادي يجي مع المرقه ديالو هو هذاك ان شاء الله باذن الله كما كتشوفوا. هنايا الدجاج حتى هو نيت صافي راه هو قربنا نحيدوه. هنا هذه البصله ديال التخميره راها طابت. انا هنايا غادي نخليها عريانه على ما حيدت الدجاج باش غادي نديرها تما في ديك المرق اولا نخوي داك المرق عليها. هو من الاحسن حيت الطاوه الفرا كبيره على هذه غادي نخويها هي تماكي صافي وغادي نبقى مقابله هاد التحريك حتى توقف. هي بقاو متبعين ان شاء الله تشوفوا المراحل كيفاش غادي تصاوب التغميره. شوفوا معايا هنايا راه كانت الطاوه تبارك الله عامره بالبصله. شوفوا شحال بقى فيها هنا. شوفوا معايا البصله راه هي بدات كتحلى. راه فهاد كنبقاو مقابلين يعني ما نتخلعوش لحداها. النار شويه مجهده معليش راني قابطه التليفون بيدو كنحرك بيد هاكا. كنبقاو مقابلينها. الكبيدات راني سلقتهم وعاد قطعتهم وزدتهم صافي. دابا هنايا كنبقاو مقابلينها يعني حتى كتوقف لنا وما نغفلوش عليها كاع من التحرك. شوفوا معايا هنا غتشوفوا معايا اللوز كنديروه في الزيت بارد والنار تكون مهيله وتقلع على خاطرو. هذا اللي غنديرو مع البرقوق اللحم. هنا البرقوق انايا فورته ما غاديش نغسلو فورته وغادي ندوزو في القرفه والسكر هكاك غبره قرفه والسكر كلاصيك. هنا ان شاء الله الزيت فاش غادي نقليو الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا الزيت راه كنديروا الزيت الكافي يعني الدجاجه فاش نديروها في الكوكوط ولا في الطنجره تغطى بالزيت وشويه ديال الزبده باش كتبان لنا داك الزيت فاش غادي نقليو. غنتسناو على الزيت يسخن مزيان حتى يولي غليان صافي وغادي نحطوا الدجاج. راه غرضنا بها هي تما تجي محمره ولكن ما تيبش. داكشي علاش كيخصنا الزيت تكون سخونه مزيان. دابا كيف ما كتشوفوا الزيت غلات. دابا غادي نحطوا الدجاج. قطعيه من الفوق قطعيه من الفوق ماشي حيدي هاد اليد حيدي هاد اليد قطعيه من الفوق يلا قطعيها. هادي راه هي الوالده معايا مسكينه كتعاوني. لا 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 ديك الزيت سخونه حيدي صافي. دابا جيبي هذيك الفرشيطه وقلبي بها صافي. هنايا دابا غادي نخليوها هكا تقلى ونقلبوها على الجهه الاخرى صافي. وغادي نحيدوها كويس شي شويه ديال الزيت عليه حتى تبغي ديري الفروش الثاني خليها تنحيدو هذا وزيدي شويه ديال الزيت باش يجي مغطي بالزيت. كتشوفوا معايا دابا صافي بدينا كنحطو الغدا.
درنا معاه الحامض مصير والزيتون بلا عظم. داك الزيتون بلا عظم راه هو مغسول من الملحه ودوزتو في شويه ديال المرقه ديال الدجاج باش يجي لذيذ.